عمرك بدأت حاجة بحماس شديد جدًا وبعدها بيومين انسحبت، أو يمكن حتى ما بدأتش من الأساس؟ طيب ليه ده بيحصل؟ وإزاي تبطل تهرب من المواجهة؟ في الفيديو ده إن شاء الله هافهمك سر بسيط أوي ولكن فعال جدًا، ولو عملته هتلاقي نفسك قادر تاخد خطوات كبيرة وتكمل فيها. بس قبل ما نبدأ صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخر فرض فقوم صليه الأول وبعد كده ارجع كمل الفيديو. في سنة 1519 كان في قائد أسباني اسمه هيرنان كورتيس، نزل هو وجيشه الصغير جدا على شواطئ المكسيك عشان يحتلوها، وأول حاجة عملها هي إنه أمر الجنود بتوعه إنهم يحرقوا السفن بتاعتهم. فالجنود استغربوا جدا، أنت ليه عايز تحرق طريق الهروب الوحيد بتاعنا؟ بس كورتيس كان عنده نظرة لقدام، ووقف وقال لهم مفيش رجوع، يا إما ننتصر يا نموت. وفعلا قدروا يحتلوا المكسيك بعد كده، واللي عمله كورتس في احتلال المكسيك هو بالظبط اللي انا عايزك تعمله. انا عايزك تحرق سفنك مجازيا طبعا، يعني بمجرد ما تخش في تجربة جديدة اقفل على طول اي طريق للانسحاب، عشان ده هيجبر مخك انه يتعامل مع واقع ان طريقك الوحيد للنجاة هو انك تنجز الشيء اللي انت ورطت نفسك فيه. ومثال عملي جدا لموضوع زي ده انك تورط نفسك في الحاجة اللي انت متردد تعملها وحاسس انك لسه مش جاهز والوقت مش مناسب والى اخره. فسواء انت عايز تعمل فيديوهات او عايز تعمل تيشيرتات ايا كان، ابدأ فيها وورط نفسك، وبمجرد ما تورط نفسك احرق سفنك، يعني اقفل اي طريق للانسحاب. واحسن طريقة تحرق بيها سفنك او تقفل بيها اي طريق للانسحاب هي انك تبدأ تعرف الناس القريبة منك بالشيء اللي انت بدأته، عشان تخلق لنفسك ضغط مجتمعي انك ما ينفعش تنسحب ولازم تكمل للاخر، عشان انت خلاص قلت للناس انا هعمل كذا وكذا وبدأت وبتاع، فهيبقى شكلك وحش قدامهم لو ما كملتش. وده هيحسسك بمسؤولية تقيلة عليك هتجبرك انك تطلع احسن ما عندك، ويمنعك منع كامل من انك تنسحب، عشان زي ما قلت ما تبانش قدامهم انك عيل ومش قد كلامك وما الى ذلك. ولكن ملحوظة مهمة، احكي للناس بعد ما تبدأ مش قبل، عشان لو حكيت قبل ما تبدأ فهتكسل ومش هتبدأ أصلا. في طرق تانية برضه ممكن تورط نفسك بيها وتقفل أي طريق للانسحاب، زي المخاطرة المالية، ولكن ما رشحهاش شخصيا. ولو أنت بقى محتاج مساعدة في إنك تاخد خطوة توريط نفسك وخطوة حرق سفنك وتتعلم الانضباط وتنظيم الوقت عشان تنجز فعلا أهدافك، فخش ابعت لي كلمة تطوير على الانستا اللي هتلاقيه في الوصف، وهقول لك كل التفاصيل عن المتابعة الأونلاين اللي هتغير مسار حياتك للأحسن خلال شهر واحد بس إن شاء الله. وملحوظة، المتابعة دي للناس الجادة بس، وفيها استثمار بسيط بس هيفرق معاك فعلا. وبس كده، سلام عليكم.